بص، لو انت وزنك فوق ال 130 مثلا تفكر تبدا دايت، فانا عايزك تسمعني كويس قبل ما تضيع سنين كده من حياتك في تجارب عبيطه جدا. كل اللي هيحصل انت هتخسر وقت ومجهود وفلوس. بصوا، الجسم في المرحله دي هو مش بيكون طبيعي زي اي حد تاني. مثلا لو عمل دايت وقلل السعرات ومتمشى شويه خلاص خس. المشكله بيبقى عنده كذا حاجه. انت عندك مشكله في هرموناتك، عندك مقاومه انسولين، عندك التهابات مزمنه، عندك الغده الدرقيه مش احسن حاجه. السر مش ان انت تفضل تقلل اكلك وتجري ورا الموضوع ده. السر ان انت تضرب على كل الجبهات دي: مقاومه الانسولين والالتهابات اللي بتزيد، حبس الماء اللي في جسمك، مشاكل بتاعه الجهاز الهضمي اللي مقللك الحرق. لازم كل ده تبدا تشتغل عليها. هقسمها لكم في الفيديو دي مراحل. المرحله الاولى هي اول 8 اسابيع. انا عايزك تلعبها بهدوء وبثبات. بنعمل لو كارب، بس بتاكل نشويات معقده كتير في وجبتين بكميه حلوه، وبتاكل بروتين عالي، وبتاكل خضار عالي. بتتمشى من 10 دقائق ل 15 دقيقه بعد الوجبات كده. بتعمل لك تمارين مقاومه مره في الاسبوع ولا مرتين حتى بس في الاسبوع، بس بتظبط نومك. خد لي فيتامين د، خد لي مغنيسيوم، خد لي اوميجا 3. ليه بقول لك الثلاثه دول؟ خد لي مغنيسيوم عشان نومك يتظبط، دي مهم ان احنا نعمل استقرار في هرموناتك. هتاخد اوميجا 3 عشان تقلل الالتهابات في جسمك وتبدا تنظف جسمك. هتاخد فيتامين د لانه ناقص عندنا، فتدي جسمك كفايته فيحس ان هو مش محروم. المرحله الثانيه هي من الاسبوع التاسع لل20. هنا بقى بدانا الشغل الحقيقي. هتزود بقى شغلك شويه. يومين الكارديو خليهم كارديو سريع شويه. دخل لي صيام متقطع، من تبدا 14 ساعه وتوصل 16 ساعه بس تدريجي. ارفع لي بقى شده تمارين المقاومه، زود الاوزان شويه، ابدا قلل وقت الراحه شويه، ابدا اعمل وجبه لو كارب تبقى النشويات بتاعتها مره واحده بس في الاسبوع. المرحله الثالثه هي اللي بتبدا بعد الشهر الخامس. وانت كنت ماشي في المرحله بتاع دي بتوع بيسيبيها برضه يا بتوع لو انت كنت ماشي في المرحلتين الاولى والتانية كويس، فدي المرحله بتاعت الحفاظ على الكتله العضليه اللي انت عملتها في المرحلتين الاولانيين، والحفاظ على المكاسب النفسيه اللي حصلت، والحفاظ على تركيزك وبناء جسمك، وان وشك بدا ينور. فكل ده هيبدا يحصل دلوقتي. فخليك مستعد ان دي الوقت اللي لو انت بنيته صح هتوصل لحاجه كويسه، وهتبقى فاهم ان الوزن العالي ما كانش بس دهون، كان تراكم سنين من الضغط ومن العزله والنصايح الغلط. انت فككتها المره دي. كان تراكم سنين من الالتهابات اللي عماله بتزيد، وان جسمك شغال ضدك، وان انت بتهبط وبيغمى عليك عشان عندك مقاومه انسولين. الحلقه دي هتتكسر لو انت في اول 6 اسابيع اشتغلتهم كويس. الحلقه دي هتتكسر لو انت كنت ذكي، مش لو نزلت شمرت وقعدت تنزل وتقلل السعرات وتجري. ما تكسرش كل كروتك لانك هتكسب لو كنت ذكي المره دي. الفيديو اللي جاي هقول لك ازاي تستخدم كل كروتك بالظبط. امتى تشتغل بقى على الصيام المتقطع، امتى تلعب تمارين اكتر شويه، امتى تاخد منجارو مثلا، امتى تاخد مش عارفه ايه. ففي الاخر هي كروت انت لازم تستخدم كل كارت في ورقه الصح.